الوانطات اشتغلت ومره من على اليمين ومره من على الشمال، وسيد معوض بيلعب كرة بس دفاع انجلترا بيطلعها. حسني عبد ربه بيلعب كرة طويلة لزيدان، وزيدان بيستلم وبيلعبها بطريقة عالمية، وبيسجل الهدف الاول لمنتخب مصر في مرمى انجلترا، وكده النتيجة 1-0 لمنتخب مصر. روني بيرجع وبيحط واحدة براسه الذهبية بس بتيجي بعيدة عن الحضري، ولحد هنا انت مش عارف مين مصر ومين انجلترا. المباراة رايحة جاية، واول نص ساعة منتخب مصر عامل اداء عالمي. كرة عرضية لانجلترا وبتروح لستيفن جيرارد اللي لعيبة مصر كلها بتتفرج عليه بس بتطلع بره. كرة ثابتة لانجلترا بس سهلة في ايد الحضري. ديفو بيرجع وبيحط واحدة حلوة براسه بس فوق العارضة. بيرجع تاني برضو ديفو وبيروح بانفراد بس الحضري السد العالي، حارس استثنائي بمعنى الكلمة. وبيخلص الشوط الاول بتقدم منتخب مصر على انجلترا 1-0. وبيبدأ الشوط الثاني وبينزل بيتر كراويتش. روني عاوز يحط واحدة ار2 بس ما ظبطتش. زيدان بيرد عليه بكرة حلوة ارضية بس في ايد روبرت جرين.